السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في المحاضرة الخامسة من كورس التأهيل للكليات الطبية. معاكم دكتور عبد الله القزاز. هو طبعا في المحاضرة دي هناخد تيبل 3 اللي هو الكومن وورد روت. بنبدأ أول وورد روت معانا وهي ايرو. ايرو جاي من اسمها كده، جاية من ايه؟ من اير، meaning اير. مثال عليها الايروبيك مايكرو اورجانيزم. يعني ايه ايروبيك مايكرو اورجانيزم؟ يعني مايكرو اورجانيزم طبعا اللي هم ايه؟ الكائنات الحية الصغيرة جدا اللي هي بتتشاف تحت الميكرو سكوب، زي ايه؟ زي البكتيريا، زي الطفيليات، زي الفطريات، الحاجات دي كلها. تمام. دول اسمهم مايكرو اورجانيزم. حلو. فبقى ايروبيك مايكرو اورجانيزم هم عباره عن ايه؟ هم عباره عن كائنات بتحتاج الاكسجين عشان تقدر تعيش وتتكاثر. طب هتقول لي ما اي حاجه في الدنيا بتحتاج اكسجين عشان تعيش وتتكاثر، يعني تمام. ايه اللي انت بتقوله ده؟ ما انت جبتش التايهه. اقول لك لا، لان احنا في المايكرو اورجانيزم بالذات عندنا ايه؟ انواع. فمثلا عندك ايروبيك مايكرو اورجانيزم، ان ايروبيك مايكرو اورجانيزم. ان ايروبيك العكس، لو في اكسجين ما تعرفش تعيش، لازم ايه؟ تعيش في مكان ما فيهوش اكسجين. ده الان ايروبيك. ان ايروبيك مايكرو اورجانيزم دول ما بيعرفوش او ما بيقدروش يعيشوا في مكان فيه اكسجين، بيحتاجوا انه ما يبقاش فيه اكسجين خالص عشان يقدر يعيش، تعيش الكائنات دي وتتكاثر. في بقى نوع ثالث اسمهم ايه؟ فالكاتيتيف ان ايروب. حلو. يعني ايه؟ يعني والله في اكسجين تمام، مفيش اكسجين تمام، دايس في كله. تمام. فالكاتيتيف يعني اختياري. يعني ايه؟ لو في اكسجين انا تمام معاك، مفيش اكسجين برضه انا تمام معاك. الاكسجين بالنسبه له ايه؟ اختياري. في اخر حاجه مايكرو ايروفيليك مايكرو اورجانيزم. دي مايكرو اورجانيزم بتحتاج كميه صغيره جدا 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 من الاكسجين. طب هتقول لي انت كده توهتني ودخلتني في مواضيع كتير. لا، انا بس بعرفك ان انا المايكرو اورجانيزمز عندي مش نوع واحد، لا، عندي انواع كتير. في انواع بتحتاج اكسجين، في انواع تانية ما تقدرش تعيش في مكان فيه اكسجين، في انواع بتحتاج ممكن لو في اكسجين تمام، ما فيش اكسجين برضو تمام، في انواع رابعه خالص بتحتاج اكسجين بس بكميات صغيره جدا. تمام. طيب، الورد روت اللي بعدها وهي الجسي. الجسي يعني ايه؟ يعني سنسيتيف تو بين. يعني ايه؟ يعني حساس للالم. يعني ايه؟ بيحس بالم. تمام. مثال عليها الان الجيسيك. طبعا احنا ما بنقولش ان الجيسيك، بس انا بقطعها لك عشان ايه؟ نحاول كده نفتكر البريفكس. اول بريفكس خدناه حلو كان ان means not، والجسي قلنا معناها sensitivity to pain، يعني بيحس بألم. وايك دي adjective suffix ملناش دعوه بيها. يبقى الكلمه دي معناها ايه؟ no pain. ما احنا قلنا ان ان معناها lack of، مفيش. يبقى ايه اللي no pain؟ المسكنات عموما. analgesic يعني ايه؟ يعني مسكنات. تمام. عرفت منين ان هي مسكنات؟ المسكن بيعمل ايه؟ بيقضي على الالم، ما بتحسش بالم، بيبقى lack of pain. ده اللي بيعمله المسكن. حلو. فيبقى analgesic. تمام. بعدين عندنا هنا اكرو. دي في اول محاضره خالص لما قلنا مثال الاكروسيانوسيس، وقلنا ان تبقى اطرافك مزرق او مش عارف ايه، فقلنا ان اكرو معناها ايه؟ اكستريميتي او اطراف. ادينو معناها جلاند يعني ايه؟ يعني غده. عندنا هنا مثال ادينو كارسينوما. يعني ايه ادينو كارسينوما؟ احنا ادينو عرفنا ان هي جلاند. كارسينوما قلت في المحاضره اللي فاتت معناها ايه؟ سرطان خبيث. وقلنا سرطان خبيث معناها ايه؟ malignant tumor of a gland، يعني سرطان خبيث في الغده. تمام. طيب، معايا كلمة أديبو يعني إيه؟ يعني فات، يعني دهون. أديبوسز هي a state where too much fat is accumulated in the body، إنه في دهون كتير تراكمت في الجسم. أندرو معناها ميل أو تخص الذكور. تمام. فأندروستيرون هو واحد من الميل 6 هرمونز. تمام. الهرمونات الخاصة بالرجل. تمام، أو بالذكورة يعني. أنجيو معناها blood vessel. تمام. انجيو ساركوما يعني ايه؟ احنا قلنا ساركوما في المحاضره اللي فاتت هو عباره عن سرطان خبيث بيجي في العظم وفي الكونكتيف تيشو زي البلاد فيزلز. فانجيو ساركوما هو مالجننت تيومر ان بلاد فيزل. ليه مالجننت تيومر؟ يعني احنا قلنا الساركوما بتبقى سرطان خبيث. تمام. انكلي دي بتيجي دايما بمعنى تيبس. كروكد فيوجن يعني ايه؟ تيبس. واشهر كلمه هتشوفها فيها انكلوسز، اللي هو معناها a condition in which the bones of a joint fuse together. يعني ايه؟ يعني تيبست. فمثلا هتلاقي مثلا عندك ايه؟ shoulder ankylosis يعني ايه؟ تيبس في مفصل الكتف. shoulder يعني كتف بالمناسبه.
تمام. طيب معايا بعد كده كلمه ايه؟ ارتيريو. ارتيريو يعني ايه؟ يعني ارتريز، يعني منطقيه جدا. يعني ايه ارتري بقى؟ يعني شريان. حلو. طيب معانا هنا كلمه ارتيريوباثي. هتقول لي ارتيريو وشريان، باثي دي انا ما اعرفهاش. اقول لك باثي يعني هي مرض، اي شيء مرضي نقول عليه ايه؟ باثي. فارتيريوباثي يعني ايه؟ في مرض في الشرايين. الديسيز اوف انا ارتري. ديسيز يعني ايه؟ يعني مرض. تمام. ارثرو قلناها اول مثال خالص واحنا لسه بنقول بسم الله الرحمن الرحيم يا ميديكال ترمينولوجي. قلنا ان ارثرو معناها جوينت، وحتى فكرتك ساعتها بالارثرايتس، قلت لك ارثرايتس يعني ايه؟ يعني التهاب مفاصل. لكن هنا جايب لك مثال الارثروبلاست. يعني ايه ارثروبلاست؟ يعني ايه؟ بدل مفصل، عمل تبديل للمفصل. سيرجيكال اوبريشن عمليه جراحيه تو ريبير اور ريبليس ا جوينت، يا اما هيصلح او انه يغير الجوينت كله ونخلص. تمام. وطبعا ده في حاله ان يعني بنغير المفصل، ده في حاله ان هو خلاص يعني يعني مفيش امل ان انا اعمل له اي حاجه غير ان المفصل ده يتغير. تمام. بايو. بايو معناها حياه، لايف. انتي بايوتيك مثلا مضاد حيوي. بايوتيك بايو، فايه؟ حيوي. هنا بيقول لك ايه؟ بايوسايد. بايوسايد يعني ايه؟ يعني ماده بتقتل الليفنج اورجانيزمز. اللي هم مين؟ قلنا الليفنج اورجانيزمز الكائنات الحيه عموما، ولكن هو اكيد يقصد هنا الفيروسات. تمام. فبايوسايد يبقى هو ماده بتقتل الكائنات الحيه، واللي احنا اكيد بنقصد بيها الكائنات الصغيره. تمام. بايو يعني لايف. ايوه كده. طيب بليفر. بليفرو. بليفرايتس. بليفرو يعني ايه؟ يعني ايليد. يعني ايه ايليد؟ يعني جفن العين. بليفرايتس يعني ايه؟ بليفر قلنا جفن العين، ايتس معناها انفلاميشن، يبقى انفلاميشن اوف ذا ايليد. يعني ايه انفلاميشن؟ يعني التهاب. تمام. يبقى بليفرايتس هو التهاب جفن العين. تمام. طيب هل انا يهمني تعرف بليفرايتس؟ لا، انا يهمني ان انت تعرف ان بليفر معناها ايليد. يعني ايه ايليد؟ يعني جفن العين. بريكياي يعني ارم. تمام. يعني ايه ارم؟ يعني ذراع. حلو. مثال عليها عضله البريكيالس. هتقول لي مين البريكيالس دي؟ هقول لك دي العضله اللي تحت البايسبس. هتقول لي انا كده عرفتها يعني؟ اقول لك صلي على النبي. صلي على النبي. بص يا باشا، ادي عضله البريكالس. هي عضله في الذراع، بتمسك من اول عظمه هنا. العظمه دي اسمها هيومرس. حلو. اللي هي عظمه الذراع. وبتروح بعد كده تنسيرت في الالنا. عظمه اسمها الالنا. هناخد ان شاء الله كل الكلام ده في الاناتومي. فهي عضله ماسكه من هنا لغايه هنا اسمها ايه؟ بريكالس. العضله دي فين؟ تحت البايسبس. تمام. بتعمل ايه العضله دي؟ بتعمل ايه؟ ان هي بتتني الالبو، او بتتني الذراع يعني. تمام. طيب يبقى بريكاليس ماسل that causes the elbow to bend. elbow اللي هو الكوع، فهو بيخليك انك تعرف تتني كوعك او تتني ايدك كده. تمام. بلاست او بلاستو هو يعني ايه؟ يعني الامبريونيك فورم. يعني ايه الامبريونيك فورم؟ يعني ايه؟ الشكل الجنيني. طيب الشكل الجنيني ده بالبلدي كده هو مش شيء مستوي ولا حاجه مش مستويه؟ لا، حاجه مش مستويه، ده لسه جنين. تمام. فالجنين ده يبقى هو الاماتيور فورم. تمام. امبريونيك فورم يعني ايه؟ يعني اماتيور فورم، يعني ايه؟ الشكل الغير ناضج من الشيء ده. تمام. مثلا عندنا اريثروبلاست. يعني ايه اريثروبلاست؟ اريثرو قلنا هي كرات الدم الحمراء. طيب لما اقول لك ان هي اريثروبلاست تبقى ايه؟ اماتيور ريد بلاد سيلز، يعني كرات الدم الحمراء اللي لسه ما نضجتش، لسه صغيره فما نضجتش. تمام. طيب الناضجه اللي هي الماتيور كان اسمها ايه؟ كان اسمها اريثروسايت. يبقى انا بس عشان ما اتلخبطش، عشان ما اتلخبطش نصلي على النبي. اريثروسايت يعني ايه؟ يعني ماتيور ريد بلاد سيلز. تمام. مستويه وزي الفل وتاخدها على دمك على طول. تمام. اريثروبلاست يعني ايه؟ يعني immature red blood cells. لا دي مش مستويه، لسه ايه؟ بتتكون. تمام. يبقى انا اعرف افرق ما بين الاريثروسايت اللي هي كرات الدم الحمراء العاديه، والاريثروبلاست اللي هي ايه؟ لسه ما اتكونتش. دي ماتيور اللي هي السايت، اريثروسايت ماتيور. الاريثروبلاست immature. immature يعني غير ناضجه، ماتيور يعني ناضجه. واضحه؟ تمام. الكلمه اللي بعدها سهله جدا ومنطقيه جدا الصراحه. كانسر يعني ايه؟ يعني كانسر، يعني سرطان. واكيد سرطان خبيث، يعني مش هنقول على سرطان حميد كانسر. تمام. مالجنت مثال عليها مالجنت كارسينوجينيك.
يعني الشيء الكارسينوجينيك ده يعني ايه means any substance or agent that can cause cancer. كارسينوجينيك يعني اي حاجه ممكن تعمل لي كانسر بسميها ايه كارسينوجينيك. تمام. تمام. سيفالو يعني ايه؟ معناها هيد، الدماغ. تمام. فمثلا عندنا سيفالو هيماتوما، ناخدها واحده واحده. سيفالو يعني هيد، حلو. هيما او اللي هيمات او هيم معناها بلد. تمام. يعني ايه بلد؟ يعني دم. اوما معناها ورم. فيبقى الكلمه مع بعض ايه؟ تجمع دموي في الدماغ. تمام. تعالى كده بص على التعريف بتاعها، بيقول لك ايه؟ اذا كوليكشن يعني تجمع اوف بلاد اندر ذا سكال. سكال اللي هي الجمجمه. تمام. فانت هتلاقي كده ايه؟ دماغه ظاهر منها زي ورمه كده. ده بيبقى ايه؟ تجمع دموي مش سوائل. تمام. زي مثلا الطفل ده هنا كده، بص دماغه عامله ازاي. اللي تحت ده او اللي عامل المطب اللي في دماغه ده الدم، في تجمع دموي تحت الدماغ فعامل المنظر ده. تمام. فيبقى ده ايه؟ السفالو هيماتوما. يبقى انا اعرف ان هيم معناها بلد، اوما معناها ورم، سفالو معناها هيد، راس. طيب مثال تاني، سفاليجيا. قولها انت بقى. سفال معناها هيد، اليجيا قلنا معناها ايه؟ بين. تمام. لسه كنا فوق الجيسك باين. اليجيا الجيسك قلنا ايه معناها؟ بين. فسيفاليجيا بين ان ذا هيد، وجع في دماغه بتوجعه. تمام. كرايو معناها كولد. هتاخد مثلا كراي ثيرابي يبقى ايه؟ علاج بالتلج. كراي سيرجري عمليه جراحيه بالتلج. هتقول لي ازاي؟ اقول لك بيستخدم يوتلايز اكستريم كولد. اكستريم كولد يعني درجات حراره بارده جدا to destroy or remove diseased tissue. وان شاء الله دي يعني في المحاضره الجايه بتاعت الابحاث الطبيه ان شاء الله هنقرا عنها وهنشوف الكراي سيرجري دي ازاي بتتعمل. طبعا لو دوستوا على بتاعت النيتروجين دي، الجهاز اللي بنعمل بيه الكراي سيرجري، هيطلع لك بحث كامل من كليفلاند كلينيك بيتكلم عنها. تمام. نرجع تاني للمحاضره. طبعا هو ده اللي انا كنت بقول لك عليه لو دوست عليه. ودي يعني هنا بيبقى طبعا السائل النيتروجين المسال اللي هو البارد، بي بيطلق. هناخد الكلام ده ان شاء الله المحاضره الجايه، ولكن يعني هو ده الجهاز اللي بيعملوا بيه العمليه الجراحيه، بيبقى بنفس الشكل ده كده. تمام. طيب يبقى ايه يعني ايه كرايو سيرجري؟ عمليه بالتلج. ازاي؟ هنعرفها ان شاء الله المحاضره الجايه. طيب كالكي يعني ايه؟ يعني كعب. هيل. تمام. مثال عليها اشهر حاجه الكالكينيوس. هتقولي مين الكالكينيوس ده؟ هقول لك فاكر في المحاضره اللي فاتت لو انت مركز وشفت المحاضره اللي فاتت لما اتكلمنا عن التارسال بونز اللي هي العظم الصغير اللي في الرجل، وقلنا ان احنا عندنا عظمه اسمها تيلس، وعظمه اسمها كالكينيوس، وعظمه اسمها كيوبويد، وعظمه اسمها نافيكولار، وعندنا 3 عظمات كده اسمهم ايه؟ الكيونيفورم. فاكر الكلام ده لما قلت لك تامر كالكبدة و3 كتاكيت؟ ان شاء الله تبقى فاكره. دي عظمه الكالكينيوس بقى. تمام. the heel bone situated underneath the talus. underneath يعني تحت، فهي عظمه من عظمات التارسال بون او الهيل بون، عظمات الكعب، وبتكون تحت عظمه التيلس. تمام. كارديو طبعا معناها قلب. كارديوباثي قلنا باثي معناها مرض، فهو هنا بيقول لك any kind of heart disease، اي مرض في القلب كارديوباثي. تمام. كود معناها تيل. تيل يعني ديل. تمام. ذيل. كودال يعني ايه؟ toward the tail يعني ايه؟ لتحت. تمام. طيب عكسها ايه؟ كرينال. يعني ايه كرينال؟ يعني تاج. فساعات في الاناتومي انتوا طبعا ان شاء الله في الاناتوميكال ترمينولوجي هناخد الاتجاهات يعني، بس ساعات ممكن بنقول على الاتجاه اللي هو الفوق ده بنسميه كرينال، واللي تحت بنسميه كودال. تمام. وان شاء الله ده هناخده باذن الله في القسم بتاع الاناتوميكال ترمينولوجي. اللي عايزك تعرفه ايه؟ انه كود معناها تيل، كودال. فلما اقول على حاجه كودال اقصد ان هي ايه؟ اللي تحت او في اتجاه الذيل. تمام. وبرده بالمناسبه الكلمه دي هتسمعها فين؟ هتسمعها في النيورو اناتومي ان شاء الله. لما تاخد السباينال كورد، الحبل الشوكي، هتلاقي ان الحبل الشوكي بعد ما بيخلص كده عند الفقره L2 بيبقى الاعصاب بقى لوحدها بتنزل كده في شكل شبه ديل الحصان. تمام. شكل بتاع ديل الحصان ده بنسمي الجزء ده ايه؟ كودا اكواينا. تمام. كودا اكواينا يعني معناها ايه؟ يعني ايه؟ زي ديل الحصان. تمام. تشغلش بالك قوي بالكلام ده،
لو فهمته تمام، لو ما فهمتوش عديه مفيش مشاكل. اللي عايزك تفهمه بس ان كودال او كود معناها ايه؟ معناها ذيل. تمام. طيب سيريبرو. سيريبرو اللي هو السيريبرم. السيريبرم هو اكبر حته في المخ، او اكبر جزء من اجزاء المخ هو السيريبرم. مثال عليها السيريبرو سباينال. بيقول لك هنا انه بيشير الى البرين والسباينال كورد، المخ والسباينال كورد. وعندك برضو السيريبرو سباينال فلويد هو السائل اللي بيحاوط الحبل الشوكي. تمام. طيب كيمو برضو منطقيه جدا 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 ان كيمو معناها كيميكال. تمام. ومثال عليها الكيموثيرابي اللي هو العلاج الكيماوي. تمام. تريتمنت وذ كيميكالز. طيب كوندرو. كوندرو يعني ايه؟ يعني كارتلج. يعني ايه كارتلج بقى؟ يعني غضروف. عارف الغضروف؟ الغضروف ده اللي هو لما انت بتيجي تاكل مثلا فراخ ولا حاجه تلاقي قرقوشه، القرقوشه دي هي الغضروف. تمام. فكوندرو معناها ايه؟ غضروف. ومثال عليها الكوندرو ماليشيا. لو شاطر تقول لي كوندرو ماليشيا من غير ما تبص، طبعا انت قدامك كل الكلام يعني، بس من غير ما تبص كده فكر فيها. كوندرو ماليشيا يبقى معناها ايه؟ تقول لي كوندرو يعني كارتلج. ماليشيا احنا خدناها قبل كده بس مش فاكر كان معناها ايه. كان معناها سوفتنينج. تمام. انه حاجه طريه. فكوندرو ماليشيا معناها انه حصل سوفتنينج في الكارتلج، ان الغضاريف طريت. تمام. تمام. طيب كولي يعني جايه من كلمه او معناها قولون، كولون. ومثال عليها الكولايتس اللي هو التهاب القولون. كوستو يعني رب اللي هو الضلع. تمام. القفص الصدري عباره عن ضلوع. حلو. الضلوع دي بنسميها ايه؟ ريبس. تمام. فعندك هنا كوستاليجيا يعني ايه؟ الم في الضلوع. تمام. بين اراوند ذا شيست، طبعا الضلوع حوالين الصدر. تمام. فطبيعي ان انت لما ضلوعك هتوجعك هتحس بالم في ضلوعك، والالم ده هيكون حوالين الشيست اللي هو الصدر. ديو تو دامج تو اريب، بسبب انه مثلا حصل كسر في احد الضلوع او التهاب او اي حاجه عموما يعني. كوت معناها سكن. كوتينيوس معناها شيء ريليتنج للسكن، وقلنا الكلام ده قبل كده اظن. كوتينيوس معناها ايه؟ البشره، او حاجه ليها علاقه بالبشره عموما او بالجلد عموما. سيانو قلناها برضو في اول محاضره انه هي سيانو معناها بلو، وان شاء الله هتاخدوا تحت في الكالر ترمينولوجي كل الالوان. تمام. ساينوسز انه جسمه كله مزرق بقى. تمام. ابلوش كالوريشن يعني ازرقاء في لون جلده of the skin or mucous membrane due to too much deoxygenated hemoglobin in the blood. زياده في الديوكسجينيتد هيموجلوبين، في نقص في الهيموجلوبين الاكسجينيتد وزياده في الديوكسجينيتد، فبيخلي الجسم مزرق. لان طبعا الجسم هيعمل ايه بالديوكسجينيتد هيموجلوبين؟ هيموجلوبين ما فيهوش اكسجين، انا هاخده اعمل بيه ايه؟ تمام. انت طبعا الجسم محتاج اكسجين، ده شيء منطقي جدا يعني. تمام. فطبعا لو ما فيش اكسجين بتلاقي جسمه ازرق. تمام. انت حتى صباعك مثلا لو جيت لفيت حواليه اسدك ومنعت عنه الدم، لما تمنع عنه الدم يعني انت منعت عنه برضو الاكسجين، يعني الاكسجين بينتقل عن طريق الدم. تمام. بتلاقي ان صباعك ايه؟ ازرق. تمام. فسيانو معناها بلو. سيانوسيس ان جسمه كله ازرق نتيجه نقص في الاكسجين، او زي ما هو معرفه هنا انه في زياده في الدي اوكسجينيتد هيموجلوبين. دي لو تفتكروا قلنا معناها ايه؟ undo an action. اوكسجينيتد يعني اكسجين، دي اوكسجينيتد يعني مفيش اكسجين بقى، العكس. تمام. المهم بعد كده هنا نركز في الكلمات الثلاثه دول: سيستو وسيست وسايتو. سيستو وسيست وسايتو. سيستو معناها بلادر، ودي قلناها في اول محاضره. سيستايتس انفلاميشن اوف ذا يورينري بلادر، حصل التهاب في المثانه. بلادر اللي هي المثانه. تمام. وطبعا الالتهاب ده هيخلي انه الشخص لما يجي يتبول هيحس بايه؟ a burning sensation، يعني احساس بحرقان كده. تمام. طيب سيست بقى معناها ايه؟ معناها ساك. يعني ايه ساك؟ يعني زي كيس كده. تمام. او تجمع. فمثال عليها السيستا ادينوما. سيستا ادينوما يعني ايه؟ ادينوما طبعا هو الورم الحميد. تمام. فسيستا ادينوما in the ovaries are ovarian cysts filled with watery fluid or mucus. فلما يقول لك ان عندي مثلا سيست ادينوما في المبيض اللي هو الاوفري، معناها ايه؟ انه انا في المبيض ظهر عندي او لقيت عندي زي كيس في ووتري فلويد، في فلويد سائل
او ميوكس. تمام. الميوكس اللي هو الحاجات المخاطيه عموما، اي شيء مخاط بنفس لزوجه المخاط كده بيبقى ميوكس ممبرين. تمام. الووتري فلويد اللي هو لا سائل زي الميه، لو تقيل شويه فيه لزوجه كده شبه المخاط يبقى ده ميوكس فلويد او ميوكس ممبرين ايا كان. تمام. فيبقى الفرق سيستو بلادر. سيست لا ده ساك، يعني ايه، ورم عندي او كيس كده متجمع عندي في اي حته في الجسم. سايتو بقى سيل، خليه عادي جدا. وبيقول لك هنا الفاجوسايتس هي عباره عن نوع من انواع الاميون سيلز، الخلايا المناعيه. اللي بتعمل ايه الخلايا المناعيه دي؟ بتحاوط وتقتل الميكرو اورجانيزم عن طريق ان هي بتاكله، بس بتحاوطه وبتقوم ايه، واكلاه. تمام. بيقول لك هنا انجست يعني بتهضم الفورجن ماتيريال. يعني الفورجن ماتيريال ده اللي هو الفورجن يعني غريب. تمام. فهو الجسم الغريب اللي دخل عندك الجسم ده هي بتسمي كده بسم الله الرحمن الرحيم وبتاكله. اند ريموف ديد سيلز، بتاكل الخلايا الميته برضو بالمره. تمام. طيب يبقى احنا كده عشان ما نتلخبطش ما بين سيستو وسيست وسايتو. سيستو بلادر يعني مثانه، سيست يعني ساك يعني كيس، وسايتو يعني سيل يعني خليه. طيب ديرم، ديرم اللي هي السكن، وخدناها برضو قبل كده لما قلت لك مثال هايبوديرميك في الوورد بيلدينج في المحاضره اللي فاتت برضو. وهنا بيقول لك ديرماتيتس يعني ايه انفلاميشن اوف ذا سكين. دورسو او دورسال او دورساي يعني باك. باكو في ايه؟ باكو في اي حاجه. هو هنا بيقول لك دورزم هو ذا باك اوف اني بارت اوف ذا بادي. ظهر ايدك بقى يبقى ايه؟ دورزم اوف ذا هاند. ظهر رجلك، ظهر اي حاجه عندك يبقى ايه؟ دورزم. تمام. دورزم اوف بقى الحاجه دي. تمام. طيب انسيفالو. انسيفالو مش سيفالو. سيفالو احنا كنا قلنا ايه؟ يعني هيد، راس. انسيفالو يعني برين، مخ. انسيفالوما هو عباره عن ورم في الدماغ. تمام. في المخ، في الدماغ ايه؟ انسيفالوما يعني ورم في المخ. تمام. انترو قلناها قبل كده برضو في المحاضره اللي فاتت لما قلت لك جاسترو انترولوجي. فقلت لك ان انترو معناها ايه؟ الامعاء، الانتستين. انترو كولايتس عباره عن ايه؟ يعني انفلاميشن في القولون والسمول انتستين. كولون اند سمول انتستين. تمام. طيب اريثرو. اريثرو قلنا معناها ايه؟ ريد. اريثروسايتس هي الماتيور ريد بلاد سيلز، لسه قايل المعلومه دي من شويه. الكترو منطقي جدا. الكترو يعني الكتريسيتي، كهرباء. الكتروثيرابي بقى يبقى العلاج بالكهرباء. الكتروكارديوجرافي يبقى ايه؟ بياخد هو رسم القلب برضو بالمناسبه. الكتروكارديوجرافي هو الاي سي جي، هو رسم القلب is a test that detects problems with the electrical activity of the heart. بيرسم كهربة القلب. تمام. بيطلع لك كده في الشيت او الورقه اللي بتطلع من الجهاز الرسم القلب بالطريقه دي كده. تمام. وطبعا في الفسيولوجي هتاخدوا بقى وهتعرفوا معاني الموجات دي، وهتعرفوا ازاي تشخصوا منها المرض اللي موجود في القلب لو في مرض يعني. تمام. طبعا الجهاز بيبقى زي ما انتم شايفين كده بالمنظر ده، بيبقى فيه زي الكترودز. الكترودز اللي هي الحاجات اللي ملزوقه دي بنسميها الكترودز. وعندي الشاشه قدامي هنا بتسجل. وهتاخدوا ان شاء الله برضو في الفسيولوجي او في الباي فيزيكس، مش فاكر ازاي تعملوه. تمام. غالبا في الفسيولوجي. المهم ما علينا. الكلمه اللي بعديها فايبرو. فايبرو معناها ايه؟ الياف، فايبر، برضو منطقيه جدا. فايبرس يبقى ايه؟ اي حاجه ليها علاقه بالالياف. pertains to anything that contains resemble or consists of fiber. اي حاجه جواها الياف، ليها علاقه بالالياف، تعرف الالياف من بعيد او من قريب يبقى ايه؟ فايبرس. تمام. طيب هيستو هو تيشو، جاي من ايه؟ او يعني اشهر حاجه احنا عارفينها الهيستولوجي، علم الانسجه. تمام. او study of هيستولوجي بالمناسبه يعني ممكن نقول عليها المايكرو اناتومي. تمام. فبيقول لك هنا histology is the study of microanatomy of cells and tissue of planets and animals. انت بتدرس حاجات تحت الميكروسكوب، بتشوف بقى ايه؟ الخلايا والانسجه بتاعتك تحت الميكروسكوب كده ايه، وبتدرسها، وربنا يعينكم على الماده دي. هيما او هيماتو احنا لسه قايلينها فوق اللي هي البلد، وقال لك هنا هيماتولوجي يعني ايه؟ study of blood and its formation and its disease. الكلام ده كله. تمام. يعني بتدرس الدم وتعرف ازاي بيتكون وايه الامراض بتاعته. هيباتو يبقى انا هنا عندي هيماتو، هيماتو بلاد. هيباتو يبقى ايه؟ ليفر.
يعني ايه ليفر؟ يعني الكبد. تمام. اشهر حاجه في الكبد ايه؟ الهيباتيتس. يعني ايه هيباتيتس؟ يعني التهاب الكبد. تمام. طيب التهب ليه؟ قال لك يا اما بسبب مرض بقى، سواء فيروس بقى ولا حاجه، او بسبب دراج، انه خد دواء فالدواء ده كان فيه مشكله، او الدواء ده من اعراضه الجانبيه ان هو بيعمل التهاب في الكبد فبوظ له الكبد بتاعه، او عمل له التهاب في الكبد. التهاب في الكبد معناها ايه؟ هيباتيتس. طيب جلاكتو معناها ايه؟ معناها ملك، لبن. جلاكتو رويا يعني ايه؟ هتقول لي ثانيه، تقولش انا عارف. انت قلت لي جلاكتو يعني ملك، يعني لبن. حلو. رويا احنا خدناها قبل كده في المينوريا باين. قلنا انه ريا معناها ايه؟ اكسسيف فلو. وكنا حتى في المثال بتاع المينوريا، رويا قصدي، قلنا انه ده كده عندها نزيف ودم كتير بينزل منها في الحيض او في الدورة الشهرية يعني. فيبقى جلاكتورويا برضو ايه؟ excessive production of milk. تمام. يبقى ايه؟ في انتاج زائد من الحليب. تمام. طيب جاسترو معناها ايه؟ معناها ستومك، معده. جاسترايتس انفلاميشن اوف ذا ستومك، التهاب المعده. جلوسو قلناها برضو في المحاضره الاولى او الثانيه، مش متذكر. قلنا ان معناها تانج، معناها لسان. فجلوسايتس انفلاميشن اوف ذا سيرفيس اوف ذا تانج، التهاب في اللسان، تلاقي لسانه ايه؟ ملتهب كده، نقول عليه عنده جلوسايتس. جلوسو معناها ايه؟ معناها تانج. يعني ايه تانج؟ يعني لسان. مايكو معناها فنجس. يعني ايه فنجس؟ يعني فطريات. تمام. فالميكولوجي هو دراسة الفطريات، study of fungi. تمام. تعال بص هنا برضو من اللفتات، هنا اخرها فنجس يو اس، فقلنا اللي اخره يو اس ده بنعمل فيه ايه؟ في السنجلر والبلورال بنزود له اي. اهو نيوكليوس، نيوكلياي، اخرها يو اس زي فنجس كده، فيبقى الجمع بتاعها او البلورال بتاعها فنجاي. عايزك تربط بقى ايه المحاضرات كلها ببعض. زي ما قلت لك احنا مش هنحفظ بقى النهايات، ولكن يعني يعني بوريك القاعده. هنا فنجاي طبعا يعني ايه؟ فطريات. فنجس مفرد فطريات بقى، فطره. ما علينا، ما علينا. المهم ناركو يعني ستيوبر. يعني ايه ستيوبر؟ ستيوبر يعني عارف انت السكران او المتخدر، او اللي هو مش في غيبوبه، ولكن يعني تحسه كده في عالم ثالث لوحده. تمام. فالناركو معناها ستيوبر، يعني ايه؟ تخدير، متخدر كده، بس ما وصلش لدرجه ان هو يخش في غيبوبه. قبل الغيبوبه بايه؟ بشرعين كده، بشويه. تمام. مثال عليها الناركوتكس. يعني ايه ناركوتكس؟ المخدرات. تمام. طيب المخدرات عموما بتستخدم يعني انت كدكتور هتديها لحد امتى؟ لما يكون عنده الم شديد جدا 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 جدا، فبتضطر ساعتها ان انت عشان تسكن الالم الشديد ده تضطر انك تديله مخدر. تمام. فدي الحاله اللي بنستخدم فيها الناركوتكس. تمام. قال لك الناركوتكس اللي هي المخدرات مي كوز ستيوبر، طبعا هتسبب تخدير، انك تبقى تايه في حته تانية. اور insensibility ان انت مش حاسس باي حاجه، في حاله كده من عدم الادراك وعدم الفهم والتتنيحه، انت في قصه تانية خالص. تمام. ده بالنسبه للمخدرات. طيب نيكرو، عشان بقى ما تلخبطش ما بين ناركو ونيكرو، عشان دي تفرق. ناركو معناها متخدر، نيكرو معناها ميت، الله يرحمه. تمام. طيب نيكرو بيسي اور اوتو بيسي يعني ايه؟ نيكرو بيسي اللي هو التشريح. طب ايه الاوتو بيسي؟ ما هو برضه تشريح، ما هو بيقول لك نيكرو بيسي او اوتو بيسي. اور لما يجيب لك كلمتين هو بينهم اور، يعني الاثنين بيدوا نفس المعنى. تمام. is examination of a person who has dead. جثه بنشرحها، راجل مات فبنشرح جثته عشان نعرف مات ازاي، فدي اسمها نيكرو بيسي. تمام. طيب مثال تاني نيكروسيس. نيكروسيس دي يعني ايه؟ قال لك the death of cells in your body tissue، موت بعض الخلايا في الجسم بنسميه نيكروسيس، او حته تموت في جسمك ده برضو بنسميه نيكروسيس. زي كده تلاقي في حته في جلده او في ايده مثلا ماتت ازاي؟ بتلاقيها اسودت كده و
بالشكل ده. ثواني اجيب لك الصوره ليها افضل. للنكروسز اهو، ده اللي انا اقصده. نفس المنظر ده كده، تلاقي حته كده اسودت في ايده، فنقول الحته دي حصل فيها ايه؟ نكروسز، ماتت. تمام. طيب اونكو معناها ماس او تيومر. يعني ايه ماس او تيومر؟ يعني ورم. تمام، كتله او ورم. اونكولوجي يبقى هو ذا ستادي اوف كانسر، دراسه السرطانات. تمام. اوبتيك، اوبتيك معناها ايه؟ فيجن، بصر. تمام، حتى بتلاقي على محلات بتوع النظارات بيقول لك مش عارف ايه اوبتكس. فاهم؟ فاوبتيك ليها علاقه ايه؟ بالنظر عموما. وهنا مديك مثال عليها، الاوبتيك نيرف، العصب البصري. بيقول لك ان هو بينقل بقى الايه؟ الاشارات من الاشارات الكهربائيه من العين للمخ، بيروح يقول للمخ بقى ايه العين شافت ايه. تمام. فاجو قلناها فوق في الفاجوسايت، قلنا اللي هي ايه؟ الخلايا اللي بتقعد ايه؟ تاكل كده اللي قدامها. فاهم؟ ايت يعني بتاكل، انجست او ايتنج برضه، يبقى هي ايه عموما؟ ايه؟ بتاكل او بتهضم. وقلنا فاجوسايتوسيس process by which certain living cells called phagocytes اللي احنا اتكلمنا عنهم فوق بتنجست، بتاكل or engulf other cells or particle، بتاكل الخلايا الثانيه. وطبعا بتبقى خلايا اللي هي ضاره يعني، او خلايا ميته هي ايه؟ بتاكلها. فارماكو معناها ايه؟ دراج، اي حاجه ليها علاقه بالصيدله عموما، فارما. فاهم؟ فدراجز اور ميديسن، الادويه او العلاج يعني. وهنا مثال الفارماكوكاينetics والفارماكوداينامكس، الاثنين دول عكس بعض. فارماكوكاينetics هي دراسه what study of what the body does to the drug، انه الجسم ازاي بيأثر على الدراج. والفارماكوداينامكس بقى العكس بقى، الدراج او study of what drug does to the body. تمام، يعني ده بيشوف الجسم بيعمل ايه في الدراج، وده بيشوف الفارماكودايناميك الدراج بيعمل ايه في الجسم. تمام. طبعا احنا علاج طبيعي مالناش دعوه بالكلام ده كله. طيب فونو، فونو معناها فويس، صوت. برونكوفوني، برونكو طبعا قلنا اللي هي ايه؟ الشعب الهوائيه او القصبه الهوائيه في الرئه. فبرونكوفوني هسمع ايه؟ هسمع الصوت اللي بيبقى في الرئه من القصبات او من الشعاب الهوائيه دي. فريفيرز to the normal voice sounds heard over the bronchus with the stethoscope. هتقول لي سؤال حلو قوي، يعني ايه stethoscope؟ stethoscope يعني السماعه اللي انت بتاعت الدكتور دي، شايف السماعه دي؟ دي اسمها stethoscope. تمام، يبقى السماعه دي بنسميها ايه؟ stethoscope. تمام. فوتو، فوتو يعني ايه؟ يعني ضوء، لايت. عندنا حاجه اسمها فوتوثيرابي. هتقول لي ازاي؟ في علاج بالضوء؟ هقول لك or light therapy pertains to the treatment of special kind of flight. هتقول لي يعني ايه؟ او اديني مثال بس عشان اقتنع ازاي حد يتعالج بالضوء. عندك مثلا الطفل ده عنده صفرة، حلو، فهعالجه بالصفرة ان انا هقوم حاطط له ضوء ازرق واسيبه فيه في الاوضه الضلمه دي، فده بيعالج الصفرة. تمام. فدي مثال على الفوتوثيرابي. بنستعمل الضوء الازرق، وده عموما يعني معلومه انك بتستعمل الضوء الازرق عشان نعالج بيه الصفرة عند الاطفال. طبعا مش هيجي واحد عنده 70 سنه وقوم حاطط له لمبه زرقاء يعني. تمام. طيب بايو يعني ايه؟ يعني باس. يعني ايه باس؟ يعني صديد. بايوجينيسيس عمليه تكوين الصديد، باس فورميشن، ادي الصديد اهو. تمام، او الخراج. سكوب، سكوب يعني ايه؟ تو اكزامين او تو فيو، اللي هو المنظار عموما، انك يقول لك ايه؟ عمل منظار. يعني ايه عمل منظار؟ يعني كاميرا كده صغيره دخلناها واتفرجنا ايه اللي جوه بقى. to view an instrument or use to viewing، انك عشان بقى تشوف ايه اللي جوه بقى، تتفرج عليه. فهنا مثلا بيقول لك مايكروسكوب، برونكوسكوبي، منظار على الرئه. تمام. ثيرمو، ثيرمو معناها هيت، حراره. ثيرمومتر كلنا عارفينه، ثيرمومتر. توبو معناها ايه؟ بوزيشن او بليس، مكان. فمثلا يقول لك التوبيكال ميديكيشن او توبيكال كريم، يعني ايه؟ يعني حاجه بتدهن على الجلد. تمام. شوف كده اغلب الكريمات بتاعت التجميل او كده هتلاقي مكتوب عليه توبيكال كريم. تمام، معناها ايه؟ انه ابلاي تو ذا سكين. طيب تراكية او تراكيو معناها ايه؟ تراكية ايه هي؟ التراكية القصبة الهوائية. يعني ايه قصبة هوائية؟ اللي هي الويند بايب. تمام. ومثال عليها تراكستومي، واحنا خدناها في اول محاضره خالص. قلت لك التراكستومي دي عباره عن عمليه جراحيه كده، يعني بتبقى بنفتح فتحه كده صغيره في
القصبه الهوائيه وبندخل منها الاكسجين. A surgical procedure to help air and oxygen reach the lung by creating an opening into the trachea from outside the neck. بفتح فتحه كده في القصبه الهوائيه بحيث الهواء يخش منها. الكلمه اللي بعد كده توكسو. توكسو يعني ايه؟ يعني بويزن. يعني ايه بويزن؟ يعني تسمم او سموم. ومثال عليها التوكسيكولوجي هو علم دراسه السموم. field of science that helps to understand the harmful effect of the chemicals. تمام. لان طبعا يعني السم ده اكيد harmful effect، محدش عنده شك في ده يعني. تمام. فانا بدرس بقى السموم دي وبشوف بقى في المواد والكيماويات السموم اللي فيها. تروفو معناها نيوتريشن، تغذيه او نمو. فمثلا هنا عندنا مثال باثولوجيكال كاردياك هايبرتروفي. تمام. انه حصل زياده في حجم عضله القلب بس ده بشكل مرضي. تمام. باثولوجيكال يعني شيء هيضر العيان. ان عضله قلب مش معنى ان هي حجمها زاد ان ده شيء كويس مثلا او انه هيبقى قلبه احسن، لا، بالعكس، ده يعني هيبقى تعبان. تمام. طبعا في نوع من انواع الكاردياك هايبرتروفي بتبقى مفيده وهو بنسميها الاسنتريك هايبرتروفي. تمام. دي مفيده بس مش عايز اخش معاك في تفاصيل قوي يعني، بس المهم انت تعرف ان الباثولوجيكال هايبرتروفي ده شيء ضار. تمام. مش معنى ان انا بقول لك ان عضله القلب حجمها زاد ان انت تفتكر ان دي حاجه كويسه، بل بالعكس دي حاجه وحشه. تمام. بس مش في كل الحالات. ثرومبو. ثرومبو يعني ايه؟ يعني كلوت. يعني ايه كلوت؟ يعني جلطه. تمام. كلوت معناها جلطه. ومثال عليها الثرومبوفيلايتس. ثرومبو يعني جلطه. فليب زي ما هناخدها تحت معناها فين. يعني ايه فين؟ يعني الوريد. احنا عندنا اورده وشرايين. الوريد اسمه فين والشريان اسمه ارتري. تمام. فثرومبوفيلايتس يبقى انا عندي جلطه في الوريد وكمان في التهاب. تمام. ايتس يعني التهاب. يقول لك vein inflammation that happens in connection with one or more blood clots. يبقى انا عندي blood clot يعني جلطه وكمان في inflammation في الوريد ده. طيب يورو. يورو يعني ايه؟ جاي من يورينري او يورين اللي هو البول. يوروكيجيا دي حاله او مرض عباره عن انه البول بيطلع من فتحه الشرج. The passing of urine through the rectum. rectum هو المستقيم. تمام. المستقيم ده هو اللي بيبقى فيه البراز وبعد كده البراز بيبقى يعني فيه وبعد كده بيطلع من فتحه الشرج. تمام. طبعا المرض ده هيحصل امتى؟ يعني ايه اللي هيخلي البول يطلع مع البراز او يطلع من فتحه الشرج؟ ان طبعا يحصل فيه اصابه او قطع او مشكله في الجهاز البولي خلى الدنيا ايه؟ ساحت كده على بعض due to injury of the urinary system. طيب بعد كده عندنا هنا كينو. يعني ايه كينو؟ يعني موفمنت. ومثال عليها الكينيسولوجي، الماده اللي علاج طبيعي هياخدوها في سنه اولى الترم الثاني، علم الحركه. تمام. فيبقى كينو حركه. لاكتو يعني ملك، لبن. وطبعا كلنا عارفين اللاكتوز. تمام. لارنجيو. لارنجيو يعني حنجره اللي هي اللارنكس، الحنجره. لارنجيولوجي هيبقى علم ايه؟ study of diseases، الامراض اللي بتحصل في اللارنكس، الحنجره، الزور، والفوكال كوردز اللي هي الاحبال الصوتيه. ليكو يعني وايت يعني ابيض. الليكوسايت هي كرات الدم البيضاء. مامو يعني بريست، ثدي. مامو بلاستي قال لك هو عباره عن plastic surgery to alter the shape or size of the breasts. عمليه جراحيه عشان نغير شكل او حجم الثدي. طيب ماستو يعني ايه؟ يعني برضو ثدي. تمام. طيب يبقى مثال عليها ايه؟ ماستكتومي. طيب يعني ايه ماستكتومي؟ انا خدت زمان في السفكسز كلمه اكتومي وقلت ان هي استئصال، وحتى لو تفتكروا خدنا امثله كتير عليها زي التونسيلكتومي والابندكتومي والتراكستومي. خدنا امثله كتير قوي على كلمه اكتومي. فيبقى ماستكتومي عباره عن ايه؟ عن استئصال الثدي. سيرجيكال ريموفال اوف بريست. تمام. مينو قلناها برضو، يعني المفروض احنا عارفين بقى الكلام ده من اول محاضره. قلنا مينو يعني جايه من كلمه، هي كلمه باللاتيني جايه من كلمه مانث اللي هي الشهر، وبيقصد بيها المينيسز اللي هي الدوره الشهريه. وهنا طبعا مثال عليها المينوريجيا، وبرضو كلنا عارفين يعني ايه مينوريجيا اللي هي النزيف او very heavy bleeding during menstruation. تمام. انه الدم اللي بينزل في الحيض بينزل بكميه اكبر بكتير جدا من الطبيعي. تمام. نيزو يعني نوز، مناخير. تمام. او انف. نيزو ساينسايتس
نيزو المناخير، ساينس اللي هي الجيوب الانفيه، تمام. ايتس التهاب، يبقى التهاب الانف والجيوب الانفيه. a condition in which the nose and sinus swell up، حصل فيهم التهاب او ورم، تمام. ساينس هي الجيوب الانفيه. طيب نفرو يعني ايه؟ يعني كدني. يعني ايه كدني؟ يعني كلى، تمام. نفرو ليثاسيس دي عباره عن ايه؟ هي عمليه تكوين الحصوات جوه الكلى. a condition in which stones form in the kidney، انه العمليه اللي الحصوات بتتكون فيها جوه الكلى. نيورو يعني ايه؟ يعني اعصاب، باينه يعني، المفروض كلنا يعني معلومه منطقيه جدا. نيورو نيرف او النيرف سيستم، ترمز دايما للاعصاب. نيورو هرمون يبقى هو ايه؟ a hormone produced in some nerve cells and secreted from the nerve ending، هي هرمونات خاصه بالاعصاب، مش هنخش في تفاصيلها قوي، وان شاء الله كده كده الكلام ده انتوا هتاخدوه مع الدكاتره يعني في الفسيولوجي، تمام. اوكيولو، اوكيولو يعني ايه؟ يعني عين، تمام. ولو تفتكر خدنا برضو حاجات ليها علاقة بالعين وبالبصر. فمثلا فوق لما قلنا عن كلمة اوبتيك، قلنا هي اوبتيك معناها عين ولا بصر؟ لا، اوبتيك معناها بصر، فيجن، تمام. هنا اوكيولو معناها ايه؟ معناها اي، عين. هنا مديك مثال عليها، الاوكيولو موتور نيرف، بيقول لك helps to adjust and coordinate the eye position during movement، هو عصب خاص بالعين بيساعدها في انه في تنظيم المكان بتاعها مع الحركه، تمام. وبرده كل الكلام ده ان شاء الله تاخدوه في الاناتومي. طيب اوبثلامو معناها ايه؟ برضو اي، تمام. ومثال عليها الاوبثلاميك نيرف، تمام. طبعا هنا بيقول لك انه الاوبثلاميك نيرف هو بينرفيت، انرفيت يعني ايه؟ بيغذي، تمام. يعني لما انا اجي اقول النيرف الفلاني بينرفيت العضله الفلانيه، يبقى العصب ده بيغذي العضله دي، او هو المسؤول عن توصيل الاعصاب للعضله دي، تمام. فده معنى كلمه انرفيت، تمام. يبقى هنا الاوبثلاميك نيرف انرفيتس ذا فورهيد اللي هي الجبهه، الابر ايلid، قلنا يعني ايه ايلid؟ قلنا الجفن، تمام. وهنا بيقول لك ايه؟ الجفن العلوي. طبعا انت عارف ان احنا عندنا جفن فوق وجفن تحت، تمام. والاكسترا اوكيولار ماسلز دي عضلات بتبقى حوالين العين، وان شاء الله برضه هتاخدوها في الاناتومي. ولو تشوف انه يعني ازاي اسامي العضلات بتبقى منطقيه جدا، بس لو انت فاهم، يعني لو انت فاهم هتلاقي ان انت اسامي العضلات بالنسبه لك سهله ومش متلخبط فيها. عضلات حوالين العين هيبقى اسمها ايه؟ اكسترا اوكيولار ماسلز، بس ما فيهاش اي تعقيد. بس هي الفكره ان انت تبقى فاهم يعني ايه اوكيولار، تبقى فاهم يعني ايه كسترا، تبقى فاهم المصطلحات دي لوحدها، فهي هتأهلك بعد كده ان انت تبقى فاهم كل حاجه ان شاء الله. كلمه اوركي او اوركيدو مينينج تستس، يعني ايه تستس؟ يعني خصيه، تمام. اوركايتس قلنا معناها ايه؟ طبعا اوركي معناها خصيه، ايتس معناها التهاب، فيبقى inflammation of the testis، يعني ايه؟ التهاب الخصيه. طبعا هنا بيقول لك انه الالتهاب بتاع الخصيه ده بيبقى characterized by hypertrophy، ان بيبقى فيه زياده في حجم الخصيه، وبيبقى فيه الم pain and a sensation of weight، بيحس ان فيه ايه؟ حمل، تمام. hypertrophy يعني ايه؟ يعني زياده في الحجم، حجمها كبر، تمام. وطبعا هنا دي زياده مرضيه، تمام، مش حاجه حلوه. اوستيو معناها ايه؟ معناها بون، عظم، تمام. اوستايتس ان التهاب العظم. بيد او بيدو معناها تشايلد، تمام. يعني اضخم مثال عليها البيدياتريكس، الاطفال، اللي انت كدكتور بقى تخصص الاطفال اللي انت يعني كلنا ان شاء الله هناخده يعني. بيقول لك the study البيدياتريكس طبعا هي study of children their development and disease، الاطفال وازاي النمو بتاعهم والامراض الخاصه بتاعتهم، تمام. فاثو قلنا كلمه بتتقال على اي حاجه ليها علاقه بالامراض، فممكن نقول هي ايه؟ معناها مرضي، disease، مرض. ومثال عليها الباثوجين، بيقول لك الباثوجين ده عباره عن مايكرو اورجانيزم اللي بيسبب الديسيز، اللي بيسبب المرض، تمام. زي البكتيريا، زي الفيروسات، الحاجات دي كلها بنقول عليه ايه؟ باثوجين. فليبو قلنا يعني ايه؟ يعني فين، تمام. يعني ايه فين؟ يعني وريد، تمام. احنا عندنا الجسم فيه أوردة وشرايين، الأوردة اسمها فين، الشرايين اسمها ايه؟ ارتري، تمام. يبقى فليبو معناها فين، فليبايتس يبقى ايه؟ inflammation of the vein، في التهاب في الوريد. بلورو
قلنا معناها او بترمز للبلورا او الريبسايد. وقلنا البلورا دي هي عباره عن الغشاء اللي بيحاوط الرئه. تمام، الرئه كده بيحاوطها غشاء، بنسمي الغشاء ده بلورا. طيب هتقول لي القلب، انا فاكر في اول محاضره خالص 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 في الكورس قلت لي انه في غشاء بيحاوط القلب، ده كان اسمه ايه؟ كان اسمه بيريكارديوم. يبقى انا هنا افرق ما بين الغشاء اللي بيحاوط القلب وسميناه بيريكارديوم، والغشاء اللي بيحاوط الرئه اللي سميناه بلورا. تمام، ومثال عليها هنا البلوراسي وهو التهاب البلورة. نيمو قلنا برضو ان هي حاجه معناها لنج او رئه او اي حاجه ليها علاقه بالهوائي رئوي الكلام ده كله. تمام، وخدنا مثال عليها في المحاضره الرابعه تقريبا على النمونيا، وقلنا هي عباره عن التهاب في الرئه وبيبقى مصاحب معاه سوائل. بيقول لك هنا inflammation of the lung where the tiny alveoli، قلنا الفيولاي هي الحويصلات الهوائيه of the lung become filled with fluid، يبقى فيها ايه؟ شالت او عبت ميه زائد ان عندي التهاب. تمام، رينو زي كلمه نفرو معناها برضو ايه؟ كدني. تمام، مثال عليها الرينال هايبرتنشن. ويعني الرينال هايبرتنشن هو بيقول لك هنا ايه؟ هو عباره عن هاي بلاد بريشر عادي جدا. تمام، طبعا ليه اسم تاني، واغلب الحاجات بالمناسبه هتلاقي ليها اكتر من اسم. يعني هنا مثلا رينال هايبرتنشن او رينو فاسكولار هايبرتنشن. تمام، بيقول لك هنا هو عباره عن هاي بلاد بريشر، ضغط عالي caused by، بسبب الناروينج اوف يور artery that carry blood to your kidney. هتقولي طب ايه العلاقه ما بين انه الشرايين تضيق وما بين ان الضغط بيزيد؟ هقول لك على حاجه. انت لما تيجي تسقي الجنينه او تغسل عربيتك او اي حاجه وتمسك الخرطوم، لما تحب تزود ضغط الميه بتعمل ايه؟ بتقوم دايس كده على الخرطوم بحيث ان انت تضيقه فالضغط يزيد. فبنفس الميكانيزم الجسم، انت عشان تعلي الضغط الاورده او الشرايين حجمها بيحصل فيها حاجه اسمها فازو كونستريكشن. يعني ايه فازو كونستريكشن؟ يعني بتضيق، بيحصل فيها ناروينج. تمام، فبكده الضغط هيزيد. طيب انا عايز بقى اوطي الضغط، هتلاقي ايه؟ حصل حاجه اسمها فازو دايليشن. فازو دايليشن يعني ايه؟ يعني الشريان وسع. تمام، يبقى انا لو الشريان عندي ضيق الضغط جوه الشريان هيزيد، لو الشريان وسع الضغط جواه هيقل. فهو هنا بيقول لك ان الرينال هايبرتنشن بيحصل بسبب انه الشرايين اللي بتودي الدم للكليه بيحصل فيها تضييق، ناروينج. تمام، فبالتالي بيرفع الضغط في الكليه. تمام، وقال لك اسم ثالث ليها، قال لك it is also sometimes called renal artery stenosis. طيب الاسم ده يعني هو مفصص لك المرض. تمام، رينال يعني يعني كليه، ارتري ستينوسيس قال لك هنا انه حصل زياده في الضغط بسبب انه الارتري اللي هو الشريان اللي مودي للكلى حصل فيه ستينوسيس. قلنا ستينوسيس معناها ايه؟ تضييق. تمام، فيبقى انت تاخد بالك ان انت المرض الواحد ممكن يبقى ليه اكتر من اسم، لانه الدكاتره في الامتحانات بيجيبوا لك اسامي تانية كتير للمرض. ومعانا هنا كلمه استنوسز اللي احنا لسه اصلا شارحينها هنا فوق. قلنا استنوسز معناها ايه؟ نارو او ضيق. والكلمه اللي قبل الاخيره معانا، لا في 3 كلمات لسه. كلمه ثوراكو. ثوراكو يعني ايه؟ جايه من كلمه ثوركس يعني شيست، صدر. تمام، مثال عليها الثراكوسكوبي اللي هو المنظار اللي على الصدر. زي ما انت شايف هي عباره عن عمليه كده بيعملوها عشان تشخص وتشوف المشاكل اللي عندك في الرئه والاعضاء التانية اللي في الصدر. تمام، وزي ما انت شايف بيبقى ايه؟ في كاميرا كده مدخلينها جوه الصدر، وان شاء الله ممكن في المحاضره السادسه نبقى نتكلم عنها. طيب سوما او سوماتو هي بترمز للبادي، وهتلاقيها اكتر حاجه في الاعصاب. بيقول لك البادي اوف نيورون اللي هو جسم الخليه العصبيه كولد سوما. تمام، البادي اوف نيورون اللي هو جسم الخليه العصبيه بنسميه سوما. تمام، انت عندك الخليه العصبيه بيبقى ايه؟ فيها كده زي حاجه شبه النجمه كده من فوق، دي السومه، وبعد كده بيبقى ايه؟ طالع بقى منها هتلاقي في حاجات كده رفيعه من اليمين ومن الشمال بنسميهم دندرايتس. وان شاء الله كل الكلام ده يعني هتاخدوه في الفسيولوجي بتاعه النيورو. اخر حاجه معانا خالص فازو بمعنى فيزل اللي هو الاورده برضو. فمثلا هنا فازو بريسور، قال لك الفازو بريسور ده يعني ماده او حاجه بتستعمل في الادويه يعني
او ميكانيزم يعني في الجسم. ففازو بريسور يعني ايه؟ يعني بريسور يعني جاي من كلمه بريشر كده، ضغط. يقول لك هنا a substance which increase blood pressure by narrowing the blood vessel. وده اللي احنا قلناه من شويه، انه انا الضغط عندي بيزيد لما اضيق ايه الوعاء الدموي. تمام. يبقى فازو بمعنى وعاء او الاوعيه الدمويه يعني. فازو بريسور هي اللي بترفع من ضغط الدم عن طريق ان هي بتضغط على الوعاء الدموي عن طريق ان هي بتضيقه. تمام. بس كده يا دكاتره تكون محاضرتنا خلصت. ما تنساش تشترك في القناه وتفعل زر الجرس وتعمل سبسكرايب وتعمل لايك. بص اعمل اي حاجه قدامك. تمام. وخش حل الكويز اللي هتلاقيه تحت المحاضره دي. بالتوفيق يا دكاتره، ولو عندكم اي سؤال او استفسار ما تترددوش في التواصل معنا. بسم الله الرحمن الرحيم. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون.